تعالوا بقى النهاردة نعمل شوية فطير مشلتت بالسمنة البلدي والقشطة البلدي يستاهلوا بقكم. فطير مورق توريقة قمر 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 وريحته جايبة لآخر الشارع زي ما انتوا شايفين كده. بكيلو دقيق بس هنعمل ال3 فطيرات القمر دول. شوية فطير بقى يتاكلوا بشوية جبنة حادقة، حاجة كده بتوديكي في حتة تانية خالص. ونحط عليهم كمان نحط شوية عسل كده. تمام، الفطير اصلا ما يتاكلش الا بعسل وطحينه، وعليهم شويه طحينه، ودوقي احلى فطير بالسمنه البلدي. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. حطينا كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق ده يا جماعه عمل لي 3 فطيرات حلوين جدا جدا جدا. هنعمل ايه كمان؟ هنحط على كيلو الدقيق بياخد 2 معلقة كبار من السكر و3/4 معلقة من الملح. يعني اللي انا حطيتها دي يعني قولوا من 3/4 لمعلقة من الملح علشان ان انتي تظبطي ملحه. تمام، كيلو الدقيق بياخد ممكن معلقة كبيرة، تمام، على حسب انتي عاوزة. بياخد كمان 3 كوبايات من المية اللي معانا دي مية فترة. هنعجن بيها، ولا خميرة بقى ولا اي حاجة من الحاجات دي. الفطير ما بتحطش لا فيه خميرة ولا اي مواد رفع، هو دقيق وملح وسكر ومية بس. الكوباية التالتة هننزلها كده بالراحة معانا ونشوف هتاخد قد ايه. تمام، يعني انا كبيت اهو كده 3 كوبايات بالعدد. والعجينة بقت حلوة جدا معانا، يعني هحط 2 نقطة كمان بس، هم دول اللي انا حطيتهم. والعجينة بقت زي ما انتوا شايفين كده حلوة جدا معانا. بتاخد عجنة قد ايه؟ بتاخد عجن في العجان 7 دقايق، لو على ايدك 15 دقيقة. العجين اخد معانا 7 دقايق عجن. شايفينها بتمط ازاي؟ يعني هي فيها سنة تلزيقة بسيطة كده بس ناعمة جدا جدا. دي ايه؟ دي قشطة بلدي. شايفين حاجة كده؟ بصوا ندهن بها كده الله، ندهن بها كده. ناخد بقى العجينة بتاعتنا كده ننزلها. اصلا يعني العجينة حوار لوحدها. هناخد بقى كده من القشطة بتاعتنا كده وندهن كده العجينة بتاعتنا كده، ونسيبها ترتاح 10 دقايق. ونسيبها بس ترتاح كده 10 دقايق ونرجع لها تاني. تعالوا بقى نقرص العجين مع بعض. زي ما انتم شايفين العجينة بتمط معانا ازاي، زي الاسترتش بالظبط. يا دوبك بس كده هنقرصها 4 كرات كده كبار قد البرتقانة، و8 كرات قد الليمونة الكبيرة، يعني فاهمين؟ يبقى 8 صغيرين و4 كبار، علشان برضو ان احنا نعمل. انا طلعت ال3 فطيرات من الكم كرات دول. تمام، هنقرص كده زي ما انتم شايفين. العجينة سلسة معانا جدا جدا يا جماعة، والقشطة كمان عطيالها طراوة حلوة جدا جدا جدا. هنقرص كده العجين، حاجة كده جميلة. وانا حبيت بجد طريقة الفطير، وقلت هعملهم تاني. يعني انا هعمل الفطير تاني معاكم، وممكن اطلع معاكم لايف ونعمله مع بعض. تمام، دي سمنة بلدي مسيحاها من وش اللبن. يعني وش اللبن انا بعينه علشان اللبن اللي بيجي لي لبن جاموسي كده، فبعينه وباجي اسيحه لما يتجمع عندي حبة حلوين. ودول شوية زيت، يعني انا قلبت سمنة بلدي على زيت. تمام، وتعالوا بقى علشان ان احنا نفرد بقى العجينة بتاعتنا كده مع الزيت. شايفين لازم الرخامة بتاعتنا تكون نظيفة يا جماعة. انا غسلتها ومسحتها علشان تكون نظيفة معانا. ادي بقى الكرات الصغيرة بتعمل عندنا كده عجينة صغيرة. تمام، انت مجرد بس ما بتمشي ايدك كده في العجينة بتلاقيها اتفردت معاكي بالزيت، حاجة كده زي سكينة في الحلاوة، اقسم بالله. اهو شوفي، بصي بسرعه 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 هتلاقيها اتفردت معاكي. يعني انا كنت مفكره ان الفطير المشلتت ده صعب في عمايله. لا 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 لا، طلع حاجه بسيطه جدا وسهله جدا، واي حد يعرف يعمله.
حلو قوي بجد. احنا دلوقتي هنفرد 3 صغيرين وهنقفلهم بواحدة كبيرة. دي التطبيقة التالتة اهي، شايفين ملظلظة كده معانا زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى هنفرد بقى واحدة كبيرة، الكبيرة دي بقى هي اللي هتلمهم زي ما انتوا شايفين كده. هنفردها كويس برضو علشان ناخدها نحطها بقى في الصينية. ادي اهي شايفين اتفردت معانا بكل سهولة بجد. يعني اي حد اصلا مش بيعرف يعجن او لا، ما تقلقوش والله العظيم، الفطير المشلتت هيطلع معاكم زي الفل، ولا تخافوا من اي حاجة ولا اي حاجة خالص بجد. الباقي انا كنت نسيت احط في دي القشطة من جوه، انما الباقي انا كنت حاطه فيه قشطه من جوه، فكان تاخخ كده في الفرن كده وقابب في الفرن، كان ما شاء الله حلو قوي. دي اول واحده احنا عملناها. تعالوا بقى نشوف دي هنسيبها كده في الصينيه بتاعتها لحد ما ترتاح. ساعه ما هترتاح هتلاقوها اتفردت معاكم بكل سهوله. انا هاجي اوريها لكم هي دلوقتي علشان لسه معموله كده فمش هتتفرد معانا تمام. فهنسيبها شويه مع بعض كده 10 دقايق ربع ساعه، هتلاقيها بقت كويسه جدا معايا. شوفي بقى بعد ما ارتاحت، دي بقى التانية. دي التانية شايفين دي جواها القشطه البلدي، عشان كده كنت شايفينها تخه كده من جوه. ودي اول ما دخلت الفرن قامت نفخه كده، كان شكلها حلو قوي. انا وريتها لهم في لايف تيك توك، كان حلو جدا. وادي اهي برضو دي كمان علشان العجين، كل ما تسيب العجين يرتاح معاكي كل ما هيديلك نتيجة حلوة جدا جدا جدا، وهتلاقيه ماشي معاكي بسهولة جدا جدا. انما لو ما تسابش يرتاح مش هيمشي معاكي خالص. زي ما انتم شايفين كده ببططها بكل سهولة يعني. ادي شايفينها منفوخة على فكرة من جوه. ادي بعد ما طلعت معانا شايفين قمر ازاي بجد، حلوة قوي 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 بجد. معلش الفيديو طويل معانا، بس كان لازم ان انا انزله كده بكل حاجة علشان ان انتوا تقدروا ان انتوا تطبقوا الوصفة كويس. انا ما كنتش قادره امسكها من السخونيه بجد. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص يا ولاد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا فولو للبيج، واشوفكم في وصفات تانية كتير. يلا باي باي. استمتعوا بالفطير المشلتت يا جماعه. يلا باي.